وصفة النهاردة أنا أول مرة أدوقها أو أكتشف إن في طعم كده في الدنيا. بجد طعم غريب، طعم مختلف ما جربتوش قبل كده. تعالوا نجربها بقى مع بعض ونعملها وأقول لكم تريكات وحركات عملتها فيها ودت طعمها في حتة تانية خالص. لايك وشير وكومنت، واللي ما يعرفنيش أنا ريهام صبحي، ويلا بينا نبدأ. هنحضر مع بعض النهاردة محشي البصل. يلا بينا ندخل الفيديو. اول حاجه حبايبي، طالما محشي بصل محتاجين كميه بصل. انا هجرب في كيلو ونص من البصل. بصل ابيض، وعايزه اقول لكم ينفع ببصل ابيض او بصل احمر. انا عايزه اقول لكم وانا بسلقه حطيت بصلايه حمراء عشان انا عايزه اقارن الطعم واشوف ايه الاختلاف. اهم حاجه هنجيب البصلايه يستحسن تكون كبيره. خلاص هنشيل القشره بتاعتها، هنشيل الراس بتاعتها، وهنبدا نعمل لها فتحه بالطول. في كل بصلايه فتحه بالطول زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. خلي بالكوا، عارفين القشره الخفيفه دي شيليها، حتى لما تيجي تقشريها بعد التسويه شيلي القشره اللي هي بين الطبقات. عملنا الفتحه لحد ما توصل للنص بالظبط. خلاص. على البوتاجاز بغلي ميه مش كتير، حطيت ربع معلقه ملح بس. هنزل بالبصل بتاعي لحد ما يستوي ويتفتح بالشكل ده. بصوا تبقى تحسي الحلقات فصلت من بعضها. وزي ما قلت لكم انا سلقت بصلايه حمراء معاهم علشان عايزه اقارن الطعم. بس في الاخر كله طعم واحد على فكره. المهم البصل خلاص تمام استوى، وتدوس عليه تلاقيه طري خلاص كده تمام. طلعيه من الميه، هو بيستوي تسويه كامله. عندي بقى في حله تانية نعمل خلطه المحشي بقى. الخلطه اللي انت متعوده عليها اعمليها. حمرت بصلتين مفرومين ناعم في شويه زيت كتار شويه. معلقه هريسه الشطه لان هو سبايسي بيطلع طعمه حلو. معلقتين صلصه طماطم عشان يبقى لونه احمر كده. وهنزل بعصير نص لتر عصير طماطم. نص لتر بس كفايه بصراحه. وسيبي لي الخليط ده يتسبك على النار. واثناء وهو بيتسبك انا ضفت له ربع معلقه صغيره من السكر. طالما استخدمنا صلصه طماطم يبقى نحط سكر عشان نعادل الحموضه. هسيبه على نار هاديه لحد ما يتسبك كويس. في الوقت ده بسيب البصل يبرد، ولما يبرد ببدا افككه من بعضه. طبعا بين الحلقات كده بتبقى فيه قشره رفيعه وخفيفه. حاولي تقشريها وتطلعيها عشان ما تخليش البصل في ايدك يبقى متزحلق يعني. ولما بتسيبيه يبرد بتعرفي تمسكيه وتلفيه بكل سهوله. خلاص. فككيه كده بالشكل ده. هتلاقي القلب بتاع البصلايه بقى بيبقى قلب كده صغنطط ما ينفعش يتلف. ده بركنه في طبق على جنب، هقول لكم هعمل بيه ايه. وخلصنا كده الحلقات فككناها. ده القلب بتاع كل بصلايه. خدته بالشكل ده، هقول لكم هعمل فيه ايه. بصوا بقى، المحشي ده لازم يدخل يستوي في الفرن، ما ينفعش في يستوي في حله بيبقى طعمه مش قد كده، بيبقى كانه مسلوق. فسووه في الفرن. هجيب بقى الصينيه بتاعتي احط فيها كده القلب بتاع البصل كفرشه كده في الارضيه. وبعد كده نكمل بقى خلطه المحشي بتاعتنا. كوبايه واحده بس من الرز كفايه، او كوبايه ونص لو انت عامله كميه كبيره. ونزلت عليهم بالخضره، والخضره دي انا كنت مفرزاها في الفريزر يعني طلعتها على طول. بصوا لونها اخضر وحلو اصلا. الطماطم اتسبكت تمام. انا بقى بحب احط التوابل في الاخر عشان يكون طعمها قوي كده وظاهر. معلقه ملح كبيره، معلقه فلفل اسود، معلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره من الكزبره، ومعلقه صغيره من البهارات، اي بهارات عندك او السبع بهارات. وممكن نحط رشه ورق لورا بودر بس كده، ما نحطش اكتر من كده. قلبنا الخليط ده كله، ظبطنا الملح. ويلا بقى نلف حلقات البصل بتاعتنا. واسهل حاجه ممكن تحشيها او تلفيها في الدنيا بصراحه. بتحطي كميه معقوله كده من الحشوه بتاعتك وبتلفيه، تلاقي الورقه بتتلف معاكي بكل سهوله. ورصي بقى في الصينيه جنبك، رصيهم زي ما انت عايزه بالشكل ده. وانا عايزه اقول لكم ان انا ما بلتش الورقه حشو رز كتير عشان ما تبقاش يعني مكبوسه قوي. باي شوربه عندك، لو ما عندكيش شوربه يبقى مكعب مرق الدجاج في ميه مغليه ومعلقتين صلصه. انا سقيت بشوربه دجاج كانت موجوده عندي. وهنزل بعد كده في الاخر برشه من دبس الرمان. خطيره يا جماعه. ونسيت اقول لكم ان انا حطيت معلقتين 3 على الوش سمنه اثناء التسويه في الفرن. شغلي بقى فرن البوتاجاز على اعلى درجه حراره، هتغطي الصينيه دي وتدخليها الفرن لمده نص ساعه على درجه حراره عاليه. بعد كده هدي النار لمده ساعه. التسويه ساعه ونص. في الاخر برفع الغطا، حطيت معلقه سمنه صغيره وشغلت الشوايه بس.
تحفة تحفة تحفة. لما تيجي تسقيه المية تبقى في نفس سوى المحشي بتاعك، ما تكونش مغطياه خالص علشان يطلع الرز مفلفل مستوي ومفلفل. بصوا بقى البصلاية طالعة متكرملة، يعني الصينية من تحت متكرملة ومن فوق. بجد طعمه انا ما دقتش الطعم ده في حياتي، او بجد طعمه هتدوقوه حلو قوي، طعمه جميل قوي. مفيش فرق بين البصل الاحمر والبصل الابيض، كل واحد جربوا الاتنين، خطير خطير. والصوص اللي من تحت تحفة. وفي نهاية الوصفة بقول لكم جربوا الوصفة دي بقلب جامد، وإن شاء الله تعجبكم.